دكتور يوسف زيدان مفكرنا وكاتبنا الكبير، اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك. وشاكرين على الاستضافه الحانيه من الله حضرتك. يخليك الله يخليك. خليني اقول انه يبدو وكأن دكتور يوسف زيدان طول الوقت بيخوض معارك عن الماضي لصالح المستقبل. حتى في الفترة الأخيرة أنت بتقدم استقالتك ربما لصالح المستقبل أيضا، لما لوح من خلال اتحاد الكتاب في مصر بالرغبة في اتخاذ إجراء تحقيقي مع حضرتك لتصريحات قلتها منذ سنوات. هل التعفف اللي حضرتك عملته انك استقلت رافضا يعني الانسياق وراء عمليات التحقيق وما الى ذلك، يعني هي جزء من معركة دائمة لا يتوقف عنها دكتور يوسف زيدان من إدارة معركة ضد الفكر الماضوي لصالح المستقبل؟ هذا صحيح، بالإضافة إلى المبدأ المسمى تراثيا سد الذرائع. أنا وجدت إنه هيكون صخب ملوش معنى. يعني إيه بيحقق معايا ليه؟ ده بيقول إنه من 4 سنين أنا قلت في برنامج انه لما المذيع كان الدكتور محمد الباز بيسالني هل ممكن تروح اسرائيل تلقي محاضره؟ قلت له انا ما عنديش مصلحه مع اسرائيل، انما انا مش متخلي عن مصلحه البلد هنا. فلو هم كلموا وزاره الخارجيه او اتحاد الكتاب بكبرهم يعني. وطلب مني هذا هروح عشان خاطر خدمه البلد، مش عشان خاطر انما عدا ذلك وخلاص. وعدت سنين معرفش ليه صخب اللي هو ضجيج بلا طحين يعني. متأكد انه بلا طحين يا دكتور يوسف؟ طبعا مش نوع من انواع المصادرة على الافكار، مزايدة على الوطنية، محاولة لفرض اجندة سياسية بعينها ضد اخرى، ان احنا كلنا نبقى متحصنين في ثوابت وجوامد حتى غير قادر احد على ان يناقشها وان يفككها. مش ده كله ده طحين؟ ده ممكن تكون الاسباب الثاني والثالث والرابع. السبب الاول الضعف، الشعور المرير بالضعف، والضعيف انفعاله عنيف. قضية مثل هذه اتحاد الكتاب لما خد القرار ده عشان ايام علي سالم، وانا كان ساعتها كاتب المسرحي الشهير طبعا الاستاذ علي سالم، راح اسرائيل وعمل كتاب. الدنيا واجتمعنا هنا، انا كان عندي يمكن 26 سنة في الوقت ده، وللاسف طبعا كنت لسه ما فكرتش كويس في المسألة دي. وكنا حوالي يمكن 1000 شخص هنا جنب البيت في مقر الاتحاد يعني. وقال رئيس الجلسة احنا هنصوت على قرار بشطب اي كاتب من اتحاد الكتاب اذا تعامل مع اسرائيل بادلاء صحفي او فاللي موافق يرفع ايده. وانا كنت من الناس اللي رفع ايديهم عاليا ظنا مني بأنه ده موقف جماعي ولا يجوز يعني الانفراد عن الجماعة، ولأني ما كنتش فكرت. بعد سنين لقيت طيب دلوقتي دي ظاهرة، اليهود مش حاجة بسيطة ومتغلغلين فينا بأكثر مما نتوقع. فبعد مرور يمكن 20 سنة عملت عامل يهوديات في لما كنت بعمل صالونات شهرية في ساقية الصاوي في القاهرة وفي اسكندرية في قصر الثقافة، وعملت 24 محاضرة عن الفكر والتاريخ والعقيدة والمذاهب اليهودية بغرض الفهم. يعني دي قضية مش بسيطة كده، ما يجيش واحد الله أعلم لشؤون بقى بيزنس ولا صراعنا
صراع وجود لا صراع حدود، يعني لازم حد مننا يخلص على التاني. ده كلام فاضي وقلة حياة، لأن محدش هيخلص على حد، ولا ده يقدر ولا ده يقدر. إنما يبقى الصراع قائما، وتبقى المصالح المرتبطة بالصراع جارية، فيستفيد يعني اللي أنا بسميهم حراس التناحة. تعبير عامي إنما هو بيعبر عن حالة الجمود المقصود، إنه هي كده، سيبوها كده. إحنا نايمين وما تصحناش من النوم. لما طرحت الأطروحات دي في ال24 محاضرة، ومعظمها موجود يعني على اليوتيوب وكده، بدأ ناس كتير تفكر. فمن هنا جاء مشروعية أو مناسبة سؤال المذيع عليها، فأجبته. وهي إجابتي لم تتغير. أنا لن أتأخر عن خدمة النسيج اللي أنا الاجتماعي اللي أنا منتمي له، وعندي دور كمان. ما هو أصل المفكر ده مش قاعد يهوي على مجتمعه، لا، ده زرقاء يمامة ونظر ثاقب بيبص للي جاي. فقلت انه احنا المفروض نعيد النظر في الموضوعات الكبرى. هنا بقى المساس بالثوابت اللي بدأ، وكأنه في ثوابت سياسية وثوابت دينية وكل أصحاب الثوابت دول يعني متحصنين وراءها في مصالح. مفيش ثوابت، الثوابت كوابت. انت دلوقتي كوابت. انت دلوقتي صحفي او كاتب قصة قصيرة او بتاع صغير، راح ادلى بحديث صحفي مع اسرائيل، زي اخونا اللي بيحققوا معاه دلوقتي، عشان ادلى بحديث في امريكا باللغة الانجليزية، فتصادف انه نشر في جريدة اسرائيلية. انت تشطبه من عندك وتضعف نفسك علشان خاطر حاجة خايبة زي دي، وعشان تبين ان انت بطل. دي مش بطولة، دي بطولة مشتقة من البطلان. انا مش شايف ان انا ضعيف. طيب الكاتب الصحفي ده ولا القصاص ده ولا الروائي ده اهم ولا وزير الخارجية؟ وزير الخارجية اهم واكثر تأثيرا. المصري هو اهم ولا رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية اهم. طيب هو اهم ولا السفراء اللي رايحين جايين؟ هو مش اهم، انما هو تكئة لاظهار بطولة زائفة. انا هذه القضية بتصيبني بنوع من الغثيان. فلما لقيت الموقف ده قلت طب ببساطة خلاص خد، انا مستقيل، مش عايزكم. بس انا عايز اخد الموقف ده واتعامل معاه بمنطق اخر، وهو انه طول الوقت دكتور يوسف زيدان حين يقترب من اي قضية، حين يناقش بعقل وبرؤية زرقاء اليمامة، يعني بيقابل بهجوم وتهجم، تشويش وتشويه، ومن ثم يبقى وكأنه هذا الرجل يضرب في الثوابت، هذا الرجل يطعم في الدين وفي الثقافة، لا تستمع إليه، لا تنصت إليه، كلامه يحمل عوارا. فالصخب والضجة اللي بيتعالى عليها دكتور يوسف زيدان أو بيتعفف ويترفع عن الرد عليها، هي مطلوبة في ذاتها بالنسبة لأصحاب المتحصنين وراء هذا التراث، يعني إنهم يطعنوا في مصداقية الرجل. الحق ده ديمقراطي على الطريقة اللي وجه بها أحمد لطفي السيد مفكرنا العظيم حين الطعن فيه لأنه رجل ديمقراطي، مع إظهار للناس أن الديمقراطية تعني إلحادا وكفرا. أنا لا تعنيني المسألة دي. فهو بيبقى الغرض منها عدة أشياء. أولا أن يعمل لك فزع وأنا مطمئن. عظيم. تاني حاجة أنه يعلي أسهمه هو باعتباره هو المحافظ على الخيبة. هو حر،
حافظ على الخير. انا يا استاذ ابراهيم ما بكتبش اليوم اللي احنا عايشينه، انا بكتب للي جاي. وفي مقابل حراس التناحى هؤلاء في فيضان من الناس اللي بدأت تعي وتفهم، وبالتالي أنا يعني غير قلق على المستقبل العربي، بالعكس أنا بشوفه بيزيد لما يعني الطبعات الكبيرة من الكتب دي والحضور الكبير في المحاضرات العامة، وده شيء أنا بشوفه مطمئن جدا على اللي جاي. وأنا براهن على اللي جاي. هؤلاء على باطل وعلى مخادعة، وأدواتهم فقيرة وقديمة ولن تصمد، أمرهم إلى زوال لا محالة. ده يرجعني إلى أصل اهتمام ومهمة دكتور يوسف زيدان من اللحظة الأولى، المهمة العلمية والمهمة الفكرية والمهمة التنويرية اللي هي العودة للتراث. يعني حضرتك عدت للتراث دارسا باحثا من اللحظة الأولى. التراث كمخطوطات، والتراث ك يعني تاريخ، والتراث كثقافة دينية. إلى أي حد طالب العلم يوسف زيدان لما بدأ هذا المجال كان يترك دراسة لهدف لرؤية، ولا الأمور بعد الامتحان المباشر مع التراث واللقاء المباشر تحول إلى دخلت صاحب الرؤية يوسف زيدان؟ قبل الرؤية وقبل البتاع أنا ذهبت إلى هذا المسار بفعل الدهشة. وأنا يمكن قلت الحكاية دي في محاضرة مرة زمان. كان عندنا في اسكندرية موظف في هيئة الكتاب، مكتبة هيئة الكتاب اللي في محطة الرمل، اسمه محمد إبراهيم مبروك. ده روائي وكاتب برضه. نعم. وعنوان شهير عطشة لماء البحر. لا وصوت نصف نصف طائر اللي يحيى حقي يعني امتدحها. هو كان شخص لطيف جدا، توفى من سنة تقريبا أو سنة ونص، وأنا كنت في ثانوي، وهو كان بيرعى في اسكندرية يعني. نعدي عليه نقعد شوية نقعد نحكي، وكان بيحترمنا ويتكلم معانا كده يعني ايه على صغر سنكم يعني. ففي مرة قاعد معاه، وكان بداية عودة بقى الموضوع اليهود وإسرائيل عشان الناس تفهم. قاعد معاه وبنحكي، كان بيكلمني عن جابرييل جارسيا ماركيز قبل ما ياخد نوبل، قبل الجائزة، قبل 82. هو كان بيعمل مجلة فقيرة قوي كده، فقيرة في طباعتها يقصد دكتور يوسف. يعني وكان أظن كل واحد بيدفع أظن ربع جنيه حاجة كده عشان يطبعها. حاجة كانت اسمها زمان مكنة البلوزة كده، ستنسل. والستنسل ده بقى المجلة العنوان كده جابرييل جارسيا ماركيز كاتبنا، وحطت فيها بقى ترجمة لقصة قصيرة له، كان هناك من يفسد ترتيب الزهور، وفصل من كتاب ليس لدى الكولونيل من يكاتبه، وأعماله اللي اتشهرت بعد كده دي. وعمال يكلمني بحماس، ووقف أتوبيس سياحي، ما كنا بقى ايه ايامها الاتفاقية بتاعت كامب ديفيد بقى والحاجات دي، ودي غلطة فادحة من السادات، واحنا دفعنا الثمن. ايه طبيعة الخطأ؟ انه ما ينفعش يا استاذ ابراهيم بعد 40 سنة قتال وحروب انك تقول النهاردة على الملأ انا مستعد للذهاب الى اسرائيل، وتاني يوم نلاقيك هناك. يا اخي اطرح الموضوع للمناقشة، خلي الناس تشوف جزء من اللي انت شايفه. صحيح. بعد عهد كل الحكم الفردي يعني، دي طريقته ومنهجه
القرارات كلها بتتخذ طي ليل، طب يعني ومين نأمم القناه نأممها الصبح طب ما غير ما هو نقول لحد برضو يعني. ما هو دفع الثمن واحنا مم. دفعناه. مم. يعني طب عليه بايه؟ ما كان يبقى برضه يعني حكمه فرض وكل حاجه، مم. بس يطرح الموضوع يقول يا جماعه انا بفكر في كذا، مم. ويسيب الناس تقول اه ولا او الكراهيه منغرسه في نظامنا، نظام التنشئه الاجتماعيه عندنا والتثقيف العام. وكانوا زمان ايام ما كنا لسه في الكراهيه ضد اي اخر ولا الكراهيه لا عموماً؟ الكراهيه في المطلق. في المطلق. عشان يعمل اعلاء للذات. ده بيستتبع استبعاد للاخر. انا مسلم والحمد لله. طيب ده اشعار بانه انت لو بدوي تشوف اهل المدينه دول ناس اي كلام، لو مديني تشوف اهل القرى دول اي كلام. ده طبع من طباع ثقافتنا المعاصره، بالذات بعد سنه 52. الاستعلاء وكراهيه الاخر. وانا عارف ان انت عندك ميول ناصريه، فمش لن افيض في هذه المساله. ميول طفوليه ناصريه زمان يعني حين كنا صغارا. والله زي ما حضرتك كده رفعت ايديك في لحظه اتحاد الكتاب ووافقت على القرار الاجماعي والله ده. يا استاذ انا كان عندي دايما مشكله ان اي حد يقول لي ناصري اقول له روح اتعالج. في اطباء. كان عندي مشكله بس مع اتنين الله يرحمهم بقى توفوا تباعا. حسن حنفي لانه زي استاذي، وبهاء طاهر جاري هنا، لان كلاهما حسن حنفي طبعا استاذ فلسفه الاسلاميه الكبير، ودكتور والاستاذ بهاء طاهر اديبنا العظيم يعني. كلاهما ناصري. فمش هقدر اقول لهم بقى روح اتعالج. اقعد اناقش معاهم بالساعات. مش ممكن. وانا عندي مناقشات واطروحات كده مع اصحاب مذاهب ومش هو نفس الشيء. وعملت لهم محاضره في ساقية الصاوي من كام سنه. كنت عامل سنه عام الثوره سنه 2012 عشان نفهم الظاهره الثوريه بتيجي ازاي وبتتطور ازاي. فكان من ضمنها في احدى يعني جلسات الصالون بتاع السنه دي كانت عن كتاب فقه الثوره. كتاب كوميدي. دكتور حسن حنفي. لا اسف. الكتاب اللي عمله جمال عبد فلسفه الثوره. فلسفه الثوره. كتاب كوميدي فعلا مضحك. واصل احنا لما كنا قاعدين مش عارف ايه وراح جاي لنا مين، انا لا شايف فلسفه ولا شايف ثوره. انما على كل حال انا لا اخوض في ده علشان ما هيجش بواطن اخواننا الناصريين. انما الاقواس المفتوحه عندك كتير قوي يا دكتور يوسف. خليني ارجع امر الله. طيب هعمل ايه؟ ارجع لمشهد الاتوبيس. نرجع لمشهد الاتوبيس. انه وانا ابن طبعا للثقافه دي. قاعد مع محمد ابراهيم مبروك ولقيت اتوبيس سياحي فخم كده على غير عاده هذا الزمن يعني، ونزلوا منه جماعه راحوا داخلين جوه على طول مكتبه. يظهر بقى كانت رحله جماعيه ولا ايه. وبعدين لقيت بعضهم الاسرائيليه وهم يظهر كانوا بيقصدوا يظهروا ده كنوع من كذا. المكتبه دي على شارع النبي، قريبه من شارع النبي دانيال في اسكندريه، ومنطقه الشوارع التاريخيه المهمه في اسكندريه. وقعدوا كتير واشتروا كتب كتير من جنب جوه كده يعني. في المكتبه ضخمه هي. المكان مربع كده وبعدين مستطيل، وعلى الجنب اليمين ده كتب التراث. هم بعد ما مشيوا انا بقول له مين دول؟ قال لي دي رحله سياحيه يهوديه. قلت له هي سياحه عندهم ان يجوا المكتبات؟ فبعد ما قاموا قمت شفت المكان ده الارفف دي، وقلت له ممكن ابص على الفواتير. كانوا زمان يقعدوا يكتبوا الكتب طبعا. الاشارات والتنبيهات لابن سينا، المنقذ من الضلال للغزالي. في الوقت ده انا غارق في قراءات في الفلسفه الالمانيه ونيتشه، ما مخلينيش انام بقى. فاذا بهم يبحثون عن التراث العربي والاسلامي. فقلت هو في ايه هنا؟ كانت اولى قراءاتي في التراث هنا بقى. وهنرجع نروح فاصل ونرجع، لان المشهد مشهد يعني قدمت حضرتك بمزيج من التاريخيه والسياسه
ويعني لا ينفصلوا. مثير درامي جدا يعني. هذه اللحظة الدرامية تستحق يعني خروجا إلى فاصل والعودة بعد قليل. وقفت معي عند مشهد شديد الدرامية، وهو أنه اللي فجر ربما البوادر الأولى يعني التي فجرت الاهتمام والرغبة في البحث والتنقيب عن التراث هو مشهد زيارة الوفد اليهودي السياحي لمكتبة في الإسكندرية أثناء حضور حضرتك فيها واطلاعك على ما تحصلوا عليه من كتب. ولقيتها كلها كتب تراث. وتقول انك وقتها كنت غيرك في الثقافة بقى، دراسة الفلسفة والثقافة الغربية. دي كانت الدهشة الأولى. الدهشة الثانية كانت عند القراءة. فوجدت انه الناس قراءة الكتب التراث دي، ايوه الاجداد دول ابو حيان التوحيدي والغزالي، والغزالي ابو حامد القديم المتوفى 505 هجرية يعني، وابن سينا ايضا كان آسر بالنسبة لي. وكانت دهشة. تعاملت ازاي مع اللغة بتعقيداتها بتركيباتها القديمة؟ والله يا استاذ وانت شاب ابن المدارس المصرية في تدريس اللغة العربية. بس يعني ابن هوى بدأ معايا مبكرا، ومعرفش ليه، يمكن لان نشأت في اسكندرية بعيد عن اهلي في الصعيد، فحاسس غربة. والله في مرة لما طلع الاهرام ابدوه في ولد صحيفة مصرية باللغة الفرنسية. كان عندهم صفحة في الآخر كده اسمها بورتريه. ففي ولد شاطر قوي اسمه هيثم سامي خشبة جاني اسكندرية وعمل معاه أنا ما أعرفش فرنساوي، ولقيت الصفحة كاملة وصورة كبيرة كده، فاديتها لحد لما صدرت يعني يترجمها، يقول لي فيها إيه. فكانت استاذه يعني بتاع، قالت لي ده ولد شاطر جدا، بص بيقول ايه، وقال حاجه انا ما كنتش واخد بالي منها. قال انه يوسف زيدان لما ينفعل يتكلم بلغه فصحى. ليه بقى؟ وليه هو مهتم بالتراث؟ يظهر انه لانه نشأ بعيد عن ابوه، فراح حاطط التراث مكان الاب. وبالتالي بقت علاقتهم من هذا النوع. طبعا انا اللي جه في بالي ساعتها فرويد لما كتب عن ديستويفسكي وجريمة قتل الاب. قلت طيب حتى لو فليقتل هذا التراث فهما وتدقيقا وتواصلا مع ماضي انقطع وخسرنا الكثير من قطاعه. فكانت الصدمة أو الدهشة الأولى البسيطة لا تقارن بالدهشة الأخرى الكبرى بقى، إن إيه الفكر ده؟ ده إيه بقى؟ يعني ده نقط، نحط مكان النقط الوصف بقى. الوصف إنه مثلا تجد البيروني بيقول كلام عن الأحجار الكريمة، فعرضوا على بتوع الألماظ والجواهرجية بتوع دلوقتي، فيستغربوا جدا. ده أبو بكر بيروني من سنين، أبو الريحان البيروني متوفى 441 أظن. 1000 سنة يعني. لأنه هو عمر بعد ابن سينا بشوية، كانوا زملاء وكان أكبر منه ب6 سنين. إنما عاجبني السجل المدني اللي أنت عامله للراحلين. ما هو فضى بقى. لا عكس، ده ثقة وعلم وخبرة. أجي أشوف له تحقيق مال الهند، مش ممكن الكلام ده. أنا ما أعرفش وزراء التعليم في بلادنا دي بقى لهم 50 سنة من أيام الخيبة الكبرى منتصف القرن العشرين بيهرجوا ولا ايه؟ ما تحط النصوص دي للولاد يفكروا فيها. اذا انت امام تراث ناصع وتراث براق وبراق. يعني اقول لك ايه، لما يجي ابن الهيثم في مقدمة كتاب المناظر اللي غير العلم الانساني ويقول ما نصه نبتدئ البحث
باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات وتحديد ما يصلح منها للبحث، ونجعل قاعدة ذلك هو التدرج من المقدمات إلى النتائج لا الميل مع الآراء، علنا نصل بذلك إلى الحق الذي به تسلب الصدور. هو الكلام ده ده مش انتصار ده للمنطق في مواجهة الانحياز العاطفي. لا، ومش رؤية ده اللي الأمور. درسناه في المنهج العلمي عند فرانسيس بيكون. يعني ماشي، فرانسيس بيكون طبعا علامة في تاريخ الإنسانية، بس كمان ابن الهيثم علامة، وهي العلامة الأقرب. لما يجي ابن سينا في باب او كتاب الامراض النفسيه في القانون في الطب، الموسوعه الكبرى بتاعته اللي اترجمت للاتيني قبل ابوقراط وجالينوس، ويقول فصل في المرض السوداوي، الجنون السوداوي، ويسمى المالنخوليا. منصه: قد زعم البعض أن هذا المرض إنما يقع عن الجن، ونحن من حيث نتعلم الطب لا يعنينا إن كان ذلك عن جن أو غير جن، بل نبحث في سببه القريب. الله. ده نقوله دلوقتي لهذا الزمن للناس نحطه قدام الولاد في المدارس في إعدادي أو بتاع، حتى لو ما فهموش كاملا يبقى غرسنا بذور صحيح ومضاته. طيب بعد كده التراث العظيم الناصع ده وداك الى مخاصمه للتراث الاسود، لان اكيد في تراث اسود لا زي في تراث لامح. لا، امال وداك لفين؟ انا ضد هذه الفكره. ايه بقى؟ التراث زي ما قال ميشيل فوكو هو ابستيمي، يعني نسق معرفي متكامل كده. انا في التراث ارى عبد القادر الجيلاني اللي عملت فيه الدكتوراه الامام، وابن تيميه، وجلال الدين السيوطي، تجليات لمنظومه واحده فيها اختلاف وفيها رؤى وفيها منازع وفيها نوازع، انما تظل محكومه. بس انت سالت سؤال قبل الفاصل، قلت لي طب واللغه ما كانتش عائق؟ ما كانتش عائق لانه غياب يمكن الاب او معرفش ايه اللي خلاني مبكرا انجذب للشعر واحفظه بدون يعني ما اقصد. وليه مواقف كتير بقى في المسألة دي، بعضها يعني طريف وكوميدي وكده، عن استدعائي لقصيدة مثلا قريتها من 45 سنة، فأقابل الشاعر فأقولها له فيكاد يغمى عليه من فرط التعجب. حاجات كتير يعني. لما يكون حفظك للشعر ساهم في انك تتواصل مع النصوص اللي تبدو غامضة على حضور اللغة، سنك وجيلك، حضور اللغة. انما كان في الفترة دي بتعذبني اشياء. انا فاكر انا قريت شكسبير وانا في تانية اعدادي، وبعدين بتركيبة حافظ ولا بالانجليزية؟ لا، كامل كيلاني. بكامل كيلاني. في كلمة ما اعرفش عدت منه ازاي، يعني عاهرة. انا كتبت مقالة بس ما اتنشرتش، ضاعت. ايام زمان كنا بنبعت المقالات مكتوبة بخط الايد، كانت بعنوان عيب يا ولد. لانه انا مش فاهم الكلمة. فرحت خلاني بقى اللي نشأت بينهم، خلوا يعني عاهرة، عيب يا ولد. وبعدين اسأل التاني، هو يعني ايه عيب يا ولد؟ وعدت الايام، وعلاء ابني كان في تانية اعدادي وعايز كاسيت، كان زمان كاسيتات السبايسي جيرلز اسمهم كده، فجبته له. ويوم العيد قاعدين بقى الامهات عماتي اللي هم لازم يكونوا بدينات معرفش ليه، وامي وعلاء بقى الصغير ده يقعد يحط رجل على رجل. قال لي يا بابا كويس الشريط. قال لي عارف يعني ايه يا بابا سبايسي جيرلز؟ قلت له يعني بنات مرشوش عليهم شطه.
قال لي لا يا بابا يعني عاهرات. قلت له عيب يا ولد. انت نفسك ما ادي ما اصله دايره. ما احنا ما لازم نواجه نفسنا اه في اشياء. المهم فما كانتش اللغه عائق بهذا المعنى، انما اتسع المدى بشكل كبير جدا. وشفت احنا ليس على القاعده المعتاده في ثقافتنا المعاصره انك تستعير فكرتك عن نفسك من دراسات غربيه. يعني شوف مثلا او من شهادات غربيه. شوف الاستاذ نجيب محفوظ قبل نوبل وبعد نوبل. ليه؟ علشان نوبل واحمد زويل وغيره، انه الشعور بالضعف والهوان بيملي على الضعيف انه يستعير رأي القوي، ودايما انفعاله عنيف. يستعير رأي القوي فيه ولا رأي القوي عموما في الحياة ويلتزم بيه أو يعني يمشي وراه؟ 90% من رؤيتنا لنفسنا في المنطقة العربية الإسلامية في الغالبية يعني مأخوذ من أطروحات غربية وليست. يعني عايز تقول لي انه الطرح اللي مقدمه سيد قطب، الطرح اللي مقدمه الاعلى المودودي، الطرح اللي متقدم من كل الجماعات الارهابيه واللي عنوانه الاساسي ثقافتنا واصالتنا والغرب المؤامره علينا وانهم عايزين يحاربوا وبيحاربوا الاسلام، دي ثقافه من تجليات الغرب؟ ازاي؟ هقول لك بألطف لفظ او اخشنها. يعني انت مفكر حر، استخدم التعبيرات التي تريدها بمنتهى البساطه. انتوا قناه الحره بس احنا مش حرين قوي. طيب ماشي. كلامهم ده كلام فاضي. ايدي فيهم بتاع المؤامره والطريق الى ثقافتنا. ليه؟ لانه انا دايما معني بالبحث في الجذور، فلما بسمع كلام بشوف ايه اصل الحكايه. حلو. اصل الحكايه ان كمال اتاتورك الغى الخلافه فتصارع عليها الملك فؤاد والملك فيصل. فدول جندوا سعود. فدول جندوا ناس للدعوه للخلافه، فبدات الجماعات الدينيه تبقى جماعات في مواجهه الافراد المستنيرين، وطبعا لا قبل للفرد بمواجهة الجماعة. وأصبح ليهم ما يسمى فكر إسلامي. مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها دين إسلامي. الفكر زي الطب زي الهندسة لا دين له. فمفيش حاجة اسمها وإلا بقى هنمشي على طب الأزهر وهندسة الأزهر والكلام كأنه يعني إيه هندسة الكنيسة غير هندسة، ده لا كلام فاضي. المنتج اللي هم طرحوه يا دكتور يوسف منتج مش ابتدائي ولا منتج ابن عصر، وده منتج مستدعى من ما قبل سقوط الخلافة، من قلب الخلافة نفسه. طيب يعني طب ما نرجع قبليهم ب100 سنة ونشوف الحالة الذهنية المصرية كان شكلها أو العربية. هنلاقي علامتين: رفاعة الطهطاوي وتقليص الإبريز وخير الدين التونسي في أقوم المسالك. كلاهما اتعامل مع الغرب واشتبك فكريا معاه، بس لا قعد يتشنج ولا يستعلي استعلاء كاذبا بثقافته على الآخر. قال هم مختلفين. طب عشان كده احنا بنعتبرهم نماذج ورموز للتنوير. كويس. انما انا بكلمك على الفكر اللي حضرتك بتقول ان مفيش حاجه اسمها فكر اسلامي اصلا. بكلمك عن المحصله دي مش بنت زمانها، ده هي مستدعاه من القرون الاسلاميه الوسطى. اديني مثال. من ابن تيميه، مستدعاه من ابن تيميه، مستدعاه حتى من الغزالي نفسه، مستدعاه من الشافعي نفسه. يعني احنا عملنا جلسه قبل كده انا وانت وغير تلفزيونيه واتكلمنا دي فرصه نحولها لتلفزيونيه. اتفضل حضرتك. وابن تيميه انا بشوف انه مفكر عظيم حاد في افكاره بسبب حده اللحظه
التاريخية اللي كان فيها، انما هو رجل والسياق الزمني اللي كان فيه، يعني الغزوات والحرب والاحتلالات. يعني تخيل انت هنا في مصر، هو مصر والشام كان بيتحرك بين الاثنين، وفي الاثنين اتسجن معظم حياته بالسجن. صحيح. انا شفت الحاجات اللي كتبها بخط ايده، ده مسكين ما كانش يلاقي ورق ويكتب بخط صغير، علشان في مكتبة اسكندرية كنت جمعت مخطوطات يعني، ومنها مخطوطة بخط ابن تيمية ومش منقوط بالمناسبة. مش منقوط كمان. لا اصل لحد عصر ابن تيمية هو متوفى 700 في الربع الاول من القرن الثامن الهجري. لحد دلوقتي ده العلماء كانوا بيعتبروا وضع النقط على الحروف دي اهانة. بس المصحف كانت نقط. المصحف كانت نقط، ده سياق تاني. انما انما الكتابه اليوميه العاديه ما كانتش بتنقط. بين العلماء لو انا بعت لك رساله وحطيت لك فيها النقط على الحروف فاني بستهين بقدراتك طبعا. او انت مش عارف تقرا. ما علينا بقى من الخبل الجاري ده مؤخرا بتاع الاغنيه بتاعت حط النقط على الحروف قبل ما هي نعجه بتغني الخروف، فتقول له حط لي النقط فوق الحروف يجوز. انما دول لا. المهم ابن تيمية لم يرائي قط، وعانى، كتب وحارب. وبعدين بس ده تفاهم لشخص ولا تفاهم لأفكاره؟ تفاهم لظروف وسياق عصره. انت بتتكلم عن شخصية تراثية. صحيح. الشخصية التراثية دي انا بضعها ضمن عظماء التراث. هتقول لي طب وتكفيراته الكثيرة، اقول لك اكثرها جه فين؟ هتقول لي في الفتاوى الكبرى. اقول لك ابن تيمية عاش ومات وما سمعش بالكتاب ده. مختلق. ده واحد سعودي لم نسمع به. الناس اللي بتشتغل في التراث يعني طلع لنا فجأة كده في السبعينات انا جمعت فتاوى ابن تيمية من كتب ومخطوطات وما قلناش هي ايه. ما قلناش. مفروض انا لما بقدم كتاب من التراث بحط كمان صور من مخطوطاته. ده قال انا جولة في بيروت وبعدين في المدينة المنورة وجمعت، وراح حاطط لنا حاجة كلها فتية. والفتية للمرة الألف بقول للناس الفتية بشرط المستفيد، والفتية مرتبطة بالحالة. والإمام الشافعي غير مذهبه من العراق لمصر في افتاءه للناس يعني عشان الحياة مختلفة. عظيم. بس حضرتك يعني بتقول لي ان الفتاوى الكبرى كتاب منسوب لابن تيمية، لم يسمع به ابن تيمية ولا موجود في سبت اعماله ولا اي شيء. ده وانه ده محض اختراع وهابي موجه لتدمير مصر تحديدا. نعم. اذا مفكرنا وكاتبنا الكبير الدكتور يوسف زيدان قلت لي انه الفتاوى الكبرى كتاب منسوب مخترع وهمي لا علاقة لابن تيمية به، رغم كل الشهرة الشديدة والطبعات الخرافية اللي تملأ المكتبات العربية. وقلت لي انه دي مؤامرة وهابية ضد مصر، وسألتك ليه؟ لماذا؟ أين دليلك؟ الكتاب نفسه. شوف حضرتك المقدمة بتاعت الفتاوى الكبرى اللي عملها الشخص ده اللي لم نسمع به في أي دراسات تراثية أو تحقيق مخطوطات أو بتاع، وهيقول في المقدمة ما نصه أنني جمعت هذا الكتاب من مخطوطات من غير ما يحدد، ثم طبع بمنحة كريمة من خادم الحرمين الشريفين وقتها يعني مقدارها مش عارف 1 ولا 2 مليون عملة السعودية اسمها ريال. ده واضح اهو. طيب مين حاكم تاني في البلاد العربية دفع فلوس لكاتب علشان ينشر كتاب؟ شوفناش الكلام ده. فبالتالي هي مش مؤامرة بالمعنى الغامض، لا ده هي فعل مكشوف. لا بس حضرتك بتقول ضد مصر تحديدا. طبعا. ليه ضد مصر تحديدا؟ لأن الوهابية لم تفت تعاضد بلد زي ما أنا شفتهم أيام شبابي لما كانوا بيبعتوا للعيال. كان الأول اسمهم إيه مش السلفية، السنية. أي عيل يسيب دقنه ما يحلقهاش بقى شيخ سني. وبعدين بقوا الجماعات الإسلامية، وبعدين بقى إخوان وسلفيين، وبعدين تكفير وهجرة بقى كل ده في السكة. العيال دي
عندك الحلقه التلفزيونيه الشهيره بتاعت الارهابي التائب اللي حكى بالتفصيل صحيح. الفلوس كانت بتجيلهم ازاي. وانا شفت ده بعيني ايام شباب لما كانت الجلاليب بتجيلهم من هناك والتمويلات على قدر يعني يعني فتات بس ده المائدة. بيخليني والامير ولي عهد السعوديه الحالي قال من سنتين صراحة صحيح في مقابلة مع مجلة انجليزية مع توماس فريدمان اظن ايوه، ان دي كانت تعليمات من بريطانيا لنشر الوهابية، فراح نشرها في جنوب شرق اسيا، ولع الدول اللي هناك دي باكستان ومصر. إذا عند هذه النقطة المهمة دعونا نتواصل ونواصل حوارنا المعمق المهم مع مفكرنا الكبير أستاذنا دكتور يوسف زيدان. يوسف زيدان رجل يمتلك موهبة نادرة، لكنها ليست موهبة العالم الرصين ولا الباحث الأمين، بل موهبة الاستفزاز المحسوب والصدمة المدروسة. تلك الموهبة التي تجعله يقفز من منبر إلى آخر حاملا في كل مرة قنبلة جديدة يلقيها في الفضاء العام، ثم يجلس مطمئنا ينظر إلى الحرائق التي اشتعلت من حوله، وكأن الهدف لم يكن يوما البحث عن الحقيقة، بل البحث عن الضجيج، لأن الضجيج هو الذي يصنع الشهرة، والشهرة هي التي تبيع الكتب، والكتب هي التي تكمل الدائرة من جديد. حين يخرج زيدان ليقول إن المسجد الأقصى المذكور في القرآن الكريم ليس هو المسجد الموجود في القدس، فهو لا يقدم اكتشافا علميا جديدا ولا يفتح بابا من أبواب المعرفة. كان موصدا، بل يأخذ رأيا هامشيا ذكره بعض المؤرخين القدامى في سياقات محدودة ومتنازع عليها، ثم يخرجه من سياقه التاريخي الضيق ويضعه في قلب الخطاب الإعلامي الصاخب، ملبسا إياه ثوب الحقيقة المكتشفة التي يخشى منها أصحاب السلطة الدينية. وهذا بالضبط هو منهج من يريد أن يبدو جريئا لا أن يكون عالما، لأن العالم الحقيقي حين يطرح رأيا يبدأ بالأدلة والسياقات والاحتمالات، أما زيدان فيبدأ بالنتيجة الصادمة ثم يلتفت خلفه ليجمع بعض الشواهد التي تسنده. والمشكلة ليست فقط في المنهج، بل في التوقيت والسياق. فحين تخوض الأمة معركة وجود حقيقية حول القدس والمسجد الأقصى، وحين يقتل الناس دفاعا عن هذه البقعة المقدسة، وحين تشرد الأسر وتهدم البيوت ويعذب الأبرياء بحجة أن هذه الأرض ملك للآخر، فإن الخروج في هذه اللحظة بالذات لتقديم رواية تقول إن الأقصى أصلا ليس في فلسطين هو فعل لا تبرئه النية الأكاديمية ولا تغسله ادعاءات البحث التاريخي، لأن الأفكار ليست محايدة في الفراغ، بل تعمل داخل سياقات سياسية وإنسانية لها ثمنها الحقيقي على أرض الواقع. وثمن هذه الفكرة تحديدا هو منح الاحتلال ذريعة فكرية إضافية، وهذا ما لا يعترف به زيدان، لأن الاعتراف به سيسقط عنه عباءة المثقف المحايد. أما اقتراحه بإعطاء اليهود 200 متر من ساحة المسجد الأقصى لبناء معبد يهودي، فهو اقتراح يصعب وصفه بأنه فكري أو أكاديمي أو حتى براغماتي بأي معنى حقيقي للكلمة، لأن الرجل لا يملك أي صفة تخوله التفاوض على الأماكن المقدسة للمسلمين، ولأن هذا الاقتراح يتجاهل تجاهلا تاما أن القضية الفلسطينية ليست فقط مسألة إدارة مقدسات، بل هي قضية احتلال واستيطان وتهجير وقانون دولي منتهك. ويتجاهل أيضا أن من يطالبون بالأقصى لا يريدون 200 متر ليبنوا عليها معبدا ثم يكتفوا، بل صرحوا مرارا وتكرارا أن الهيكل يعني هدم المسجد بالكامل. فأين ذهب هذا التصريح من حسابات زيدان الذكية؟ ذهب إلى حيث تذهب كل الحقائق التي تعيق الصدمة المطلوبة، إلى سلة المهملات. وحين يتحدث زيدان عن المعراج ويقول إنه لا يعرف من أين جاء، فهو يستخدم لغة الشك الأكاديمي المشروع في غير موضعه، لأن الشك المشروع في البحث العلمي له شروطه ومناهجه وأدواته، وليس مجرد قول لا أعلم أمام الكاميرات بطريقة توحي بأن الحقيقة التي يعلمها الآخرون هي مجرد وهم. وقد استند زيدان إلى ترتيب نزول السور القرآنية دليلا على تشككه، وهي حجة تبدو للوهلة الأولى منطقية، لكنها في الحقيقة مبنية على خلط بين زمن النزول وزمن الحدث. فالقرآن لم ينزل كتاريخ متسلسل كما تكتب السير الزمنية، بل نزل
وفق حكمة إلهية مرحلية، وهذا ما يعرفه طلاب العلم الشرعي في سنواتهم الأولى. فكيف يغيب عن مفكر يدعي أن إنتاجه 35 ألف صفحة؟ التناقض الصارخ في خطاب زيدان أنه يرفض الاستناد إلى القرآن كمرجع تاريخي، ثم يستخدم آيات قرآنية هو نفسه دليلا على صحة تفسيراته حين يناسبه ذلك. فحين يتحدث عن المسجد الأقصى يستشهد بآية سورة الإسراء ليقول إن الأقصى القرآني ليس الموجود في القدس، وحين يتحدث عن المعراج يستشهد بترتيب السور ليشكك فيه. فهو إذن يرفض القرآن حين يكذب أطروحاته ويستدعيه حين يحتاجه. وهذا ليس منهجا علميا، بل هو انتقاء انتهازي للأدلة يفقد أي نقاش مصداقيته الأكاديمية. وليس بعيدا عن هذا المنطق ما قاله عن صلاح الدين الأيوبي، إذ وصفه بأنه أحقر شخصية في التاريخ الإنساني، وهو وصف آثار موجة عارمة من الغضب الشعبي. لكن المشكلة ليست في الغضب، بل في المنهج الذي استخدمه زيدان للوصول إلى هذه النتيجة. فهو أخذ أرقام القتلى المروية في المصادر التاريخية واعتبرها الحكم، الفصل على صلاح الدين، متجاهلا أن هذه الأرقام نفسها محل جدل تاريخي كبير، ومتجاهلا أن معيار الحكم على شخصية تاريخية لا يمكن أن يكون رقما منتزعا من سياقه دون فهم الظروف والمعطيات والبدائل المتاحة في تلك اللحظة التاريخية، ومتجاهلا أيضا أن هذا المعيار لو طبق بالتساوي على شخصيات تاريخية غربية أو أمريكية أو إسرائيلية فلن يجرؤ زيدان على تطبيقه، لأن تطبيقه حين يعلن مفكر استقالته من مؤسسة ثقافية رافضا الخضوع لأي إجراء تحقيقي ويقدم هذه الاستقالة في صورة موقف مبدئي رفيع، فإن أول سؤال ينبغي طرحه ليس هل هو محق أم مخطئ، بل هل الاستقالة في حد ذاتها شجاعة أم هروب مقنع بعباءة الترفع؟ يوسف زيدان حين استقال من اتحاد الكتاب المصري هربا من مواجهة تحقيق يتعلق بتصريحاته لم يختر معركة الفكر، بل اختار الخروج من الميدان قبل أن تطلق الرصاصة الأولى، ثم وقف خارج الملعب يصف من بداخله بالضعف والجمود. وهذه ليست بطولة، إنها بالضبط ما وصف به خصومه، بطولة مشتقة من البطلان. الرجل يكرر في كل حوار منظومة خطابية متكاملة تقوم على ثنائية صارمة، هو العقل والتنوير والمستقبل، وخصومه الجهل والجمود والماضي. وهذه الثنائية في ذاتها إشكالية عميقة، لأن من يضع نفسه دائما في موضع الحكيم الوحيد المحاط بالجاهلين لا يمارس التنوير، بل يمارس نرجسية فكرية مغلفة بلغة التحرر. التنوير الحقيقي لا يحتاج إلى أن يعلن أصحابه كل 5 دقائق أنهم ينظرون بعين زرقاء اليمامة ويكتبون للأجيال القادمة ويرفضون الصخب، لأن من يرفع نفسه إلى مقام النبي المضطهد يحتاج أولا أن يثبت أن ما يقوله صحيح، لا أنه مضطهد فحسب، فالاضطهاد وحده لا ينتج حقيقة. فكرة الثوابت كوابت التي يطلقها زيدان بثقة ساحرة وكأنها اكتشاف فلسفي مدوي هي في جوهرها جملة لا تحمل من العمق بقدر ما تحمل من الجرأة اللفظية. نعم، بعض الثوابت يمكن أن تكون قيودا حين توظف سياسيا، لكن القول المطلق بأن كل ثابت هو كابت هو نفسه نوع من الجمود المعكوس. إلغاء الثوابت جملة وتفصيلا باسم التحرر الفكري ينتج فراغا معرفيا وأخلاقيا لا أقل خطرا من الجمود ذاته. والمفارقة أن زيدان نفسه يتمسك بثوابته الخاصة ويدافع عنها بشراسة، ومنها ثابت أن كل من ينتقده جاهل أو مأجور أو خائف من العقل، وهذا بدوره ثابت لا يقبل المراجعة. مسألة إسرائيل التي أشعلت الأزمة تكشف تناقضا جوهريا في منهج زيدان. هو يقول إنه لن يذهب إلا إذا طلبت وزارة الخارجية أو اتحاد الكتاب، أي أنه يشترط غطاء مؤسسيا رسميا لموقف يقدمه في السياق ذاته باعتباره موقفا فكريا مستقلا شجاعا. فأي الموقفين هو الحقيقي؟ إن كان يحتاج إذنا رسميا فهو ليس مستقلا، وإن كان مستقلا حقا فلماذا يشترط الغطاء المؤسسي؟ هذا التناقض لا يفسر بالعمق الفكري بل بالحذر الاجتماعي، وهو حذر مشروع تماما، لكن لا ينبغي تقديمه في صورة جرأة استثنائية. وصفه لمن يرفضون التطبيع أو التعامل مع إسرائيل بحراس التناحة المستفيدين من الصراع هو توصيف يريح أصحابه كثيرا، لأنه يحول كل معارضة إلى مجرد مصلحة مادية أو نفسية، ويفرغ الموقف السياسي والأخلاقي المعارض من أي مضمون حقيقي. لكن هذا التحليل يعاني من قصور واضح،
لأن ملايين العرب الذين يرفضون التطبيع ليسوا جميعا حراسا للتناحة يستفيدون ماديا من الصراع. كثير منهم يحملون موقفا مبنيا على رؤية أخلاقية وسياسية مختلفة، وتبسيط هذا الموقف إلى مجرد جهل أو مصلحة هو نفس الخطأ المعرفي الذي يتهم به خصومه حين يبسطون آراءه. اعترافه بأنه صوت في شبابه ضد علي سالم يبدو للوهلة الأولى نضجا ومراجعة ذاتية، وهو كذلك جزئيا، لكنه في السياق الذي يقدم فيه يصبح أداة بلاغية لا أكثر. أنا كنت مخطئا زمان وتعلمت، وهم لا يزالون في نفس الخطأ. المراجعة الذاتية الحقيقية لا تتوقف عند إدانة الماضي، بل تمتد إلى التساؤل عما إذا كانت قناعات اليوم ستحتاج هي الأخرى إلى مراجعة مستقبلية. وهذا تواضع معرفي لا يبدو أن زيدان مستعد له. الرهان الدائم على المستقبل وعلى الجيل القادم والوعي المتصاعد هو ملجأ مريح لأنه غير قابل للاختبار الآني. كل مفكر يدعي أنه يكتب للمستقبل يضمن لنفسه حصانة مؤقتة من النقد الراهن، لأن خصومه في الحاضر ولن يعيشوا ليروا إن كان المستقبل أثبت صحة ما قال. الادعاء بامتلاك رؤية استشرافية استثنائية هو شكل متطور من أشكال الاستعلاء الفكري، وليس دليلا على عمق التفكير. نيتشه نفسه قال إنه يكتب لمن لم يولد بعد، ولم يمنع ذلك توظيف فكره لأغراض مناقضة تماما لما أراد. محاضراته 24 عن الفكر اليهودي وتقديمها باعتبارها فعلا جريئا للفهم لا للتطبيع هي في الأساس عمل أكاديمي مشروع ومفيد، لكن المشكلة ليست في المحاضرات ذاتها، بل في الطريقة التي تقدم بها باعتبارها استثناء نادرا يتطلب شجاعة استثنائية. الدراسة الأكاديمية لأي فكر بما فيه الفكر الذي يختلف معه المرء سياسيا هي واجب المثقف لا بطولته، وتقديمها في صورة البطولة يكشف عن ضحالة في التصور الأكاديمي أكثر مما يكشف عن جرأة فكرية. نقده للسادات وكامب ديفيد بسبب انفراده بالقرار دون مشاورة الرأي العام يكشف عن تناقض آخر. فزيدان الذي يهاجم الجمهور حين يعارض آراءه ويصفهم بالجهل وأسر الثوابت، أما زيدان فيتحدث عن مستقبل مجهول وأفكار مختلف عليها، والمسافة بين النبي والمدعي للنبوة مسافة لا يقطعها الأسلوب الخطابي مهما كان فصيحا. ما يثير الانتباه حقا هو أن إبراهيم عيسى وهو محاور ذكي ومدرب على استفزاز ضيوفه بالأسئلة الحرجة لم يوجه في هذا الحوار سؤالا نقديا واحدا لزيدان، بل بدا في بعض المقاطع كأنه يعيد صياغة أفكار الضيف في أسئلة تمكنه من توسيع شرحها لا من مساءلتها، وهذا يحول الحوار من نقاش فكري إلى احتفاء متبادل، وكلاهما يعرف قواعد اللعبة جيدا. في النهاية يوسف زيدان مفكر مثير وكاتب موهوب لا يمكن إنكار أثره في تحريك المياه الراكدة، لكن التحريك وحده ليس فضيلة إن كان ينتج موجات في كل الاتجاهات دون أن تصل سفينة إلى الشاطئ. الثوابت قد تكون كوابت فعلا، لكن التشكيك في كل شيء باسم التنوير دون تقديم بديل معرفي صلب وقابل للاختبار هو نوع آخر من الكبت، كبت السؤال الحقيقي خلف ضجيج الأسئلة الجريئة. حين يقول يوسف زيدان إن صراع الوجود مع إسرائيل كلام فاضي وقلة حياء، فهو لا يقدم تحليلا سياسيا أو تاريخيا بقدر ما يقدم استفزازا خطابيا محكما يستهدف إسكات الموقف المعارض بتوصيفه وصفا أخلاقيا مهينا بدلا من مناقشته فكريا. فقلة الحياء تهمة الأخلاقية لا حجة معرفية، ومن يلجأ إلى توصيف خصمه بقلة الحياء عوضا عن دحض حججه يكشف في الغالب أن الحجج التي يواجهها أقوى مما يريد الاعتراف به. الصراع العربي الإسرائيلي ليس خلافا على حدود يمكن تسويته بتوقيع ورقة، بل هو صراع له أبعاد وجودية حقيقية موثقة تاريخيا وقانونيا وديموغرافيا، وتجاهل هذا البعد باسم التحرر من الجمود الفكري ليس تنويرا، بل هو تبسيط مخل يخدم أجندة سياسية معينة تحت غطاء فلسفي. إسرائيل دولة أسست على تهجير شعب موثق بالأرقام والأسماء والقرى المدمرة. ما بين عامي 1947 و 1949 هجر ما يزيد على 700 ألف فلسطيني من ديارهم فيما بات يعرف بالنكبة، ودمر أكثر من 530 قرية فلسطينية، وارتكبت مجازر موثقة أبرزها مجزرة دير ياسين. هذه ليست رواية عاطفية ولا خطابا حماسيا، بل وقائع
أثبتها مؤرخون إسرائيليون أنفسهم من أمثال بني موريس وإيلان بابي وسمحة فلابان، وهم من داخل المنظومة الأكاديمية الإسرائيلية. فحين يصف زيدان القائلين بصراع الوجود بقلة الحياء، فهو يصف ضمنا هؤلاء المؤرخين أنفسهم وكل من يستند إلى توثيقهم، وهذا يشير إلى أن مشكلته ليست مع الجهل بل مع الحقيقة التي لا تناسب خطابه. الادعاء بأن صراع الوجود مستحيل لأن لا أحد يستطيع إفناء الآخر هو حجة تبدو براغماتية، لكنها تفتقر إلى الدقة التاريخية. الشعوب تمحى وتهجر وتذاب هويتها دون أن تباد بيولوجيا. الأمة الفلسطينية لا تخشى الإبادة الجسدية فحسب، بل تخشى الإبادة الديموغرافية والجغرافية والثقافية، وهذا ما يجري على أرض الواقع منذ عقود بالاستيطان الممنهج وتهويد القدس وضم الأراضي والحصار المتواصل على غزة. الوجود ليس مجرد البقاء الجسدي، الوجود هو الأرض والهوية والحق والذاكرة، وكل هذه العناصر مستهدفة بشكل منهجي ومخطط له. فالقول إن صراع الوجود خرافة لأن الطرفين لا يزالان موجودين جسديا هو كالقول إن السرطان لا يقتل لأن المريض لا يزال يتنفس. أما موقفه من اتفاقية كامب ديفيد ووصفها بالغلطة الفادحة بسبب أسلوب اتخاذ القرار لا بسبب مضمونه، فهو موقف يستحق التأمل النقدي بعمق. زيدان لا يقول إن كامب ديفيد كانت خطأ لأنها أهدرت الحقوق الفلسطينية أو أفردت مصر عن محيطها العربي أو شرعنت الوجود الإسرائيلي دون أن تحصل الشعوب المعنية على شيء حقيقي. هو يقول إنها كانت خطأ لأن السادات أعلنها على الملأ فجأة دون مشاورة. هذا النقد الإجرائي الشكلي يتجاهل النقد الجوهري، وكأن المشكلة كانت في طريقة الإعلان لا في الاتفاقية نفسها، وهذا يوحي بأن زيدان في قرارة نفسه لا يرى في الاتفاقية بحد ذاتها غلطة، وهو موقف يحق له اتخاذه لكنه لا يحق له إخفاؤه خلف نقد إجرائي. كامب ديفيد لم تنهي الصراع بل أعادت رسم خريطته لصالح إسرائيل. مصر أكبر قوة عربية عسكرية وسياسية وديموغرافية انسحبت من معادلة المواجهة مقابل استعادة سيناء، وهي أرضها هي لا أرض فلسطين التي كانت هي القضية المركزية. النتيجة كانت أن إسرائيل تحررت من أثقل جبهة عسكرية تواجهها، وأصبح بإمكانها توجيه كامل طاقتها لتوطيد الاحتلال وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وغزة، وهو بالضبط ما حدث منذ 1979 حتى اليوم. الفلسطينيون الذين كانت يفترض أنهم القضية الرئيسية في المفاوضات خرجوا منها بلا شيء ملموس، وكل البنود المتعلقة بالحكم الذاتي الفلسطيني في الاتفاقية ظلت حبرا على ورق. فأي غلطة هنا بالضبط كان يجب إصلاحها بالمشاورة الشعبية؟ هل كان الشعب المصري سيوافق على اتفاقية أجحفت بحق الفلسطينيين لو سئل؟ هذا بالتحديد. وكيف أن هذه الأيديولوجيا وظفت الهوية الدينية اليهودية توظيفا سياسيا لتبرير الاستيلاء على أرض يسكنها شعب آخر؟ الدراسة الأكاديمية للفكر اليهودي لا تعني بالضرورة تبني الرواية الإسرائيلية للصراع، وخلط الأمرين هو خلط مقصود أو إشكالية منهجية جسيمة في كلتا الحالتين. الحجة القائلة إن استمرار الصراع يخدم حراس التناحة المستفيدين منه هي حجة تبدو ذكية، لكنها تنهار تحت أدنى فحص نقدي. نعم، ثمة مستفيدون من استمرار الصراع في كل الأطراف، لكن وجود مستفيدين من قضية لا يلغي القضية نفسها. ثمة من استفادوا من الحرب العالمية الثانية، لكن ذلك لم يجعل النازية مجرد وهما خطابيا. ثمة من يستفيدون من قضايا حقوق الإنسان، لكن ذلك لا يعني أن الانتهاكات ملفقة. منطق. انظر لمن يستفيد حين يستخدم لإسقاط القضية بدلا من إصلاح أدواتها. هو منطق يسخر لخدمة الظالم لا للإصلاح. ما يغيب عنه خطاب زيدان تماما هو الحاضر الملموس. هو يتحدث عن الصراع بصيغة الماضي، وكأنه مشكلة تاريخية تتعلق بكيف أسست إسرائيل وما إذا كان يجب الاعتراف بها أم لا. لكن الصراع ليس فكرة تاريخية يناقشها المثقفون في الصالونات. إنه طفل يولد تحت الحصار في غزة وليس له حق في الوصول إلى مستشفى، وعائلة تهدم منازلها في القدس لبناء مستوطنة جديدة، وأسير يقضي عقودا في سجن بلا محاكمة. هذه الوقائع لا تحتاج إلى خطاب صراع الوجود لتبرير الرفض والمقاومة، هي بذاتها أسباب كافية لأي عقل منطقي يؤمن بالحقوق الإنسانية الأولية. فكيف يوصف من يرفض هذا الواقع بقلة الحياء؟ الأشد إشكالية في هذا الخطاب أنه يستخدم لغة العقل والتنوير
ليصل إلى نتيجة تلائم خطابا سياسيا بعينه، حين تجرد قضية من أبعادها الوجودية وتختزل في مشكلة نفسية وثقافية لدى أصحابها، وحين يوصف المتمسكون بها بالجهل والجمود وقلة الحياء، فأنت لا تنور بل تضلل بلغة التنوير. وهذا أخطر أشكال التضليل، لأنه يلبس عباءة العقل، فيصعب الطعن فيه دون أن يوصف الطاعن فورا بأنه عدو للتفكير الحر. هذه هي الفخ المحكم الذي ينصبه هذا الخطاب: إما أن توافق وتكون مستنيرا، وإما أن تعارض فتصنف تلقائيا ضمن حراس التناحة الجاهلين، ولا مساحة بينهما. المستنير الحقيقي هو من يستطيع أن يميز بين الخطاب الحماسي الفارغ وبين الموقف المبني على وقائع، بين العدمية السياسية التي تدعي أن كل شيء سيان، وبين التحليل الذي يأخذ في الاعتبار. حين يقول يوسف زيدان إن التراث الإسلامي العلمي كان مضيئا ومهجورا في آن واحد، يطرح فكرة تبدو للوهلة الأولى جذابة ومسكرة، فكرة تريح الجرح الحضاري وتمنح العقل العربي شعورا بالفخر المشروع. لكن الإشكال ليس في الفكرة ذاتها، بل في الطريقة التي تقدم بها، والوظيفة التي تؤديها، والسياق الذي تزرع فيه. فالقول بأن ابن الهيثم وابن سينا والبيروني كانوا عباقرة سبقوا الغرب بقرون هو قول صحيح تاريخيا لا خلاف عليه، لكن الصحة التاريخية وحدها لا تكفي لبناء خطاب حضاري سليم، بل إن توظيف الحقيقة في السياق الخاطئ قد ينتج وهما أخطر من الكذب الصريح. الأساس الذي يقوم عليه هذا الخطاب هو فكرة الإخفاء المتعمد، أي أن ثمة جهة ما غامضة الملامح تعمدت إخفاء هذا التراث العلمي عن الأجيال العربية. وهذه الفكرة تحديدا تستحق الوقوف عندها طويلا، لأنها تحمل في طياتها منطقا مؤامراتيا يعفي الجميع من المسؤولية. فحين تقول إن التراث أخفي عنك، فأنت تقول ضمنا إنك بريء من تقصيرك في البحث عنه، وإن مناهج التعليم وحدها هي المذنبة، وإن العقل العربي كان سيكون نيرا لو لم يحرم من هذه الكنوز. هذا التحليل مريح نفسيا، لكنه مضلل فكريا، لأنه يحول السؤال من لماذا لم نبني على تراثنا إلى من سرق منا تراثنا، وهو تحويل يغلق باب النقد الذاتي ويفتح باب البكاء على الأطلال. ابن الهيثم حين كتب مقدمة كتاب المناظر ووضع أسس المنهج التجريبي لم يكن يكتب لكي يفخر به العرب بعد 1000 سنة، بل كان يكتب لكي يبنى على ما كتب، والبناء لم يحدث. ليس لأن أحدا أخفى ابن الهيثم، فكتبه كانت موجودة ومتداولة، وقد اطلع عليها علماء أوروبيون وبنوا عليها فعلا، بل لأن الشروط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في العالم الإسلامي لم تفرز حاجة فعلية لتطوير ما كتبه. الإخفاء لم يكن فعل إرادة خبيثة، بل كان نتيجة تاريخية لتركيبة معقدة من الانهيار السياسي والانغلاق الفقهي وغياب مؤسسات إنتاج المعرفة. وفرق شاسع بين أن تقول لم نبني على تراثنا العلمي لأسباب تاريخية معقدة تستوجب الدراسة والنقد، وبين أن تقول أخفوا عنا تراثنا. ثم إن في تقديم ابن سينا والبيروني وابن الهيثم باعتبارهم نماذج يجب أن نتعلمها اليوم خلطا غريبا بين الاعتزاز المشروع بالتاريخ والاستخدام الخاطئ له. هؤلاء العلماء العظام ليسوا حجة على أننا متقدمون أو متفوقون، بل هم حجة على أن الإنسان حين يتوفر له المناخ الملائم من حرية التفكير والمؤسسة الداعمة والطلب الاجتماعي على المعرفة، ينتج علما عظيما بصرف النظر عن هويته الدينية أو القومية. ابن الهيثم لم ينجح لأنه مسلم، بل نجح لأنه كان يعيش في بيئة احتفت بالمعرفة لفترة من الزمن، وحين توقف ذلك الاحتفاء توقف الإنتاج. فإذا كان الدرس المستفاد من هذا التراث هو أننا يجب أن نبني مناخات مماثلة اليوم، فهذا درس نافع وصحيح. لكن إذا كان الدرس هو أن نفخر بما أنجزه أسلافنا ونعيد قراءته في المدارس كي نشعر بالاعتزاز، فهذا تحويل للعلم إلى هوية وللمعرفة إلى بطاقة انتماء. المشكلة الأعمق في هذا الخطاب هي أنه يقدم التراث العلمي الإسلامي كما لو كان كتلة متجانسة من الإنجاز النقي الصافي، بينما الحقيقة التاريخية أكثر تعقيدا وأقل رومانسية. البيروني نفسه الذي يستشهد بعبقريته كان يعيش في بلاط سلطاني، ويكتب ما يسمح له السلطان بكتابته في أحيان كثيرة. وابن سينا الذي فصل بين الطب والغيب في كتابه الطبي لم يفصل بينهما في كل كتبه الفلسفية،
بل كان يجمع بين الطب التجريبي والفلسفة الإشراقية والتصوف في منظومة فكرية واحدة. وهذا لا يقلل من عظمته بالطبع، لكنه يمنع تحويله إلى رمز لعلمانية مبكرة أو تنوير إسلامي خالص. العظماء كانوا أبناء زمانهم بتناقضاته كلها، وتقطيع أعمالهم واختيار الجزء الذي يخدم الرواية المعاصرة هو تزوير ناعم للتاريخ حتى وإن بدا احتفاء به. يضاف إلى ذلك أن السرد القائل بأن ابن الهيثم سبق فرانسيس بيكون يحمل في بنيته الداخلية اعترافا ضمنيا بأن بيكون هو المعيار، وأن التقدم يقاس بالقرب منه أو السبق عليه. هذا الإطار يبقى غربيا في جوهره حتى وهو يحاول الاحتفاء بالإنجاز الإسلامي، لأنه يقول: نحن أيضا فعلنا ما فعله بيكون، بل فعلناه قبله، وكأن قيمة ابن الهيثم مشروطة بمقارنته ببيكون لا بما أنجزه في ذاته. وهذا بالضبط ما يسميه زيدان نفسه استعارة رأي القوي عن نفسك، وهو يقع فيه وهو يظن أنه يتجاوزه. أما الربط بين الطفولة المجروحة وشغف التراث فهو جانب لافت يستحق تأملا مختلفا. حين يقبل المرء على ميدان معرفي بدوافع عاطفية ونفسية عميقة كغياب الأب أو الغربة أو الجرح، فإن هذا الدافع يمنحه حماسا واندفاعا وتعلقا عاطفيا عميقا بموضوعه، وهذه كلها صفات نافعة للباحث، لكنها في الوقت ذاته تجعله أكثر ميلا لرؤية ما يريد رؤيته. الشجاعة تكمن في كسر التابو الذي يجعل كل نقد للحركات الإسلامية السياسية يبدو كأنه هجوم على الإسلام ذاته، والإشكالية تكمن في أن تبسيط ظاهرة بالغة التعقيد في جملة واحدة جذابة هو نوع من الخداع الفكري حتى حين يكون الهدف نبيلا. فالإسلام السياسي ليس صناعة بالمعنى الحرفي الذي يوحي بأن مصنعا ما في لندن أو الرياض أنتجه وعبأه وشحنه إلى المنطقة العربية، بل هو نتاج تشابك معقد من العوامل الداخلية والخارجية التي لا يمكن اختزالها في جهة واحدة دون أن تخسر الصورة دقتها وصدقها. الأساس التاريخي الذي يقوم عليه هذا الطرح هو أن إلغاء الخلافة العثمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1924 فتح فراغا رمزيا وسياسيا هائلا، وأن قوى متنافسة سارعت لملء هذا الفراغ لأغراض سلطوية بحتة. وهذا الجزء من التحليل صحيح تاريخيا ولا خلاف عليه، لكن الانتقال من هذه الحقيقة التاريخية إلى القول بأن كل ما نشأ بعدها من حركات دينية هو مجرد أداة سياسية مصطنعة هو قفزة تحليلية كبيرة تتجاهل أن هذه الحركات لم تنشأ في فراغ اجتماعي، بل استجابت لحاجات حقيقية عند شرائح واسعة من المجتمعات التي احتضنتها. الناس الذين انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي لم يكونوا ضحايا مؤامرة خارجية، بل كانوا أفرادا يشعرون بالقلق من التحولات الاجتماعية المتسارعة والتغريب الثقافي والضعف السياسي أمام الاستعمار، وهذه مشاعر حقيقية لا يمكن إلغاؤها بتفسيرها كأنها ردود فعل مبرمجة من الخارج. الادعاء بالصناعة الغربية للإسلام السياسي يستند في الغالب إلى حقائق جزئية صحيحة، لكنها تقرأ بشكل انتقائي. نعم، بريطانيا دعمت في مراحل معينة حركات إسلامية لمواجهة القومية العربية والشيوعية، ونعم، الولايات المتحدة وظفت الإسلام السياسي في أفغانستان في الثمانينيات لمواجهة السوفييت، ونعم، المملكة العربية السعودية ضخت مليارات الدولارات في نشر الوهابية عبر العالم الإسلامي بعد أزمة النفط وما صاحبها من ثروة طائلة. كل هذا موثق وحقيقي، لكن الانتقال من هذه الحقائق إلى القول بأن الإسلام السياسي كله صناعة خارجية يتجاهل أن هذه القوى الخارجية لم تخلق الظاهرة من العدم، بل وجدت أرضا خصبة داخلية جاهزة للاستثمار. السؤال الأصدق ليس من صنع الإسلام السياسي، بل لماذا وجد الإسلام السياسي شعوبا مستعدة لاحتضانه؟ والإجابة عن هذا السؤال تستلزم نقدا ذاتيا داخليا أكثر إيلاما وأكثر فائدة من إلقاء المسؤولية على لندن والرياض وواشنطن. أما الادعاء بأن الفتاوى الكبرى المنسوبة لابن تيمية كتاب مختلق موجه لتدمير مصر تحديدا، فهذه القنبلة التي يلقيها زيدان بثقة مطلقة تستحق توقفا نقديا مختلفا، ليس لأن مسألة نسب الكتب والتحقيق في صحة نسبتها لأصحابها أمر بعيد عن الدراسات الأكاديمية، فهذا أمر شائع ومعروف في علم المخطوطات والتراث،
بل لأن الطريقة التي تقدم بها هذه الدعوة تفتقر إلى ما يجعلها علما لا خطابا. حين يقول زيدان إن الكتاب اختراع وهابي موجه لتدمير مصر تحديدا، فإنه يقدم ادعاء بالغ الخطورة يحتاج إلى إثبات أكاديمي صارم يشمل دراسة المخطوطات ومقارنتها وتأريخها وتحليل اللغة والأسلوب والمحتوى، مقارنة بما هو ثابت نسبة لابن تيمية، لا مجرد تصريح في حوار تلفزيوني. وفرق شاسع بين أن يقول عالم محقق أرى أن نسبة هذا الكتاب لابن تيمية مشكوك فيها للأسباب التالية، وبين أن يقول في حوار عام هذا اختراع وهابي لتدمير مصر. الأول علم والثاني خطابة، وإن كان كلاهما يحمل الجرأة ذاتها. ما يزيد الإشكالية تعقيدا هو أن الخطاب القائل بأن الوهابية اخترعت نصوصا ونسبتها لابن تيمية حتى لو كان صحيحا في جزئيات منه يؤسس لمنطق يصعب ضبطه حين يطلق، لأن المنطق ذاته يمكن أن يستخدم من أي طرف لرفض أي نص تراثي يزعجه بادعاء أنه مختلق أو منسوب زورا. وتاريخ الخلافات الإسلامية الداخلية مليء بمحاولات كل فريق تشكيك في نصوص الفريق الآخر ونسبها لجهات مشبوهة. فمن يملك معيار الفصل بين النص الأصيل والنص المختلق إذا لم يكن البحث الأكاديمي الرصين بأدواته الصارمة؟ وإذا كان البحث الأكاديمي هو المعيار، فيجب أن يقدم كبحث أكاديمي لا كتصريح يذاع على الملايين دون توثيق يمكن مراجعته. ثم إن في وصف الوهابية بأنها آلة تدمير لمصر تحديدا نوعا من المركزية المصرية التي تختزل الظاهرة في بعدها المصري وتتجاهل أنها أضرت بشعوب ومجتمعات في السودان وليبيا وسوريا والعراق وأندونيسيا ومالي وغيرها بصورة لا تقل فداحة. تضييق الزاوية على مصر وإن كان مفهوما في سياق حوار يستهدف جمهورا مصريا، فإنه يضعف التحليل ويجعله يبدو كأنه مظلومية قومية لا نقدا فكريا شاملا. الوهابية ليست مشكلة مصر وحدها، وتقديمها كذلك يصغر حجم الخطر الحقيقي الذي تمثله على المستوى العالمي. الأخطر في هذا الخطاب